سلام سلام، أرواح نعطيكم وصفة العجينة المورقة سهلة سريعة وناجحة مليون بالمئة من أول تجربة. هذه الوصفة معتمدتها سنين ونخدم بها حتى الطلبيات. راح نحتاجو كيلو فرينة مع 8 ملاعق كبار زيت و2 ملاعق كبار خل وملح حسب الحاجة، ونجمعه بالماء تدريجيا حتى نتحصل على عجينة متماسكة ما تكونش يابسة وما تكونش طرية. ملاحظة: الماء يكون بدرجة حرارة الغرفة. بعد ما تعجنت العجينة نروح نوجد الزبدة، كيلو فرينة تقابلها 500 غرام زبدة خاصة بالتوريق. الزبدة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة باش تجيلك سهلة في الخدمة وتوزعيها بكل سهولة. فرشوا بابي دو كويسون ولا فرشوا كيس بلاستيكي، اقسموا الزبدة على 2 ولا على 3 وافتحوها بالحلال كيما راني ندير، يعني الفيديو راهو يشرح نفسه بلا ما نهدر، باش تجيلكم سمك واحد وتساعدكم في الخدمة كي تفتحوا العجينة وتحطوها في وسطها. درك نرجعو للعجينة، نرشو البلون دو طرافاي تاعنا بالفرينة ونفتحوها بالحلال وساعة ساعة نقيسو الزبدة، كل مرة نقيسو باش كي نحطوها في الوسط ما تجيش كبيرة ياسر ولا صغيرة ياسر. كي نحطوها في الوسط ونقفلو عليها العجينة تجيلي قد. بعد ما نحط الزبدة في الوسط نغلق كامل الجوانب كيما راكم تشوفوا. بعد ما نغلق الجوانب مليح باه ما تخرجش الزبدة كي نعودو نورقو فيها، نعاودو نخلوها ترتاح مدة 10 دقائق باش تتفتح معاكم بكل سهولة وما تتعبكمش كي تعودو تورقو فيها المرة الأولى. بعد ما ارتاحت العجينة نبدو في عملية التوريق، وهي أسهل عملية. نديرو شوي فرينة فوق طاولة العمل، دائما نعاونو رواحنا بالفرينة، نفتحو العجينة ومن بعد نطووها على 4 ونزيدو نخلوها ترتاح مدة 10 دقائق أخرى، ونكررو نفس الخطوات 4 مرات، والعجينة دائما نفتحها بالطول. إذا شفتوا العجينة تاعكم ولات طرية ما قدرتوش تتحكموا فيها، حطوها في الثلاجة مدة 10 دقائق وعاودوا وخدموا بها، خاصة في فصل الصيف كي يعود الحل سخون. هنا أنا راني في فصل الشتاء، ساعدتني جدا في الخدمة. كما قلت لكم كي تشوفوها طرات معاكم العجينة ما بين كل تور وتور، في بلاصة ما تحطوها 10 دقائق ترتاح لبرا، حطوها ترتاح في الثلاجة لمدة 10 دقائق. كذلك كي تعودوا تفتحوا فيها الجهة المقفولة دائما تكون على جناب والجهة المفتوحة تكون مقبلتكم. وهنا شوفوا النتيجة بعد ما كملت تطويتها 4 مرات. للأسف في التصوير ما عطاهاش حقها، كنت تشوفوها في الحقيقة مورقة وراق. تقدروا تعتمدوها كمشروع، خاصة أنه العجينة المورقة مطلوبة على طول العام. سعر الكيلو تحسبوه من 35,000 حتى 45,000، ديما تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى. هذا كان الفيديو تاع نهار اليوم، مع السلامة.